اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة يلا بسرعة نحط لايك للفيديو، ويا ريت كمان نكمل الحلقة للآخر. الحلقة النهاردة هتكون قوية جدا إن شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تحطوا اللايك، وكمان اللي مشتركش يشترك في القناة. عايزة أقول لكم إن أنا بحبكم قوي. قاسي كان واقف قدام نجمة زي ما بقولك كده، فرحنا هيكون الأسبوع الجاي، لازم أعلن جوازنا قدام الناس كلها. بس أنا مش موافقة، أنت قلت إن أنا لازم أديك شهرين مش هنتجوز فيهم أشوف هحبك ولا لأ. ماشي يا ستي، هنعمل الفرح ونقعد مع بعض شهرين ونشوف مين فينا اللي هيكسب التحدي. اللي أنا متأكد منه إن أنت هتحبيني ومش هتقدري تبعدي عني. النجمة اتغاظت منه قوي. يا ابني هو أنت عاوز تفقع مررت وخلاص؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ قرب منها، عايزك أنت وبس يا نجمتي. دخل أوضة اللبس ونجمة حطت إيدها على قلبها. اللي بيحصل لك ده بس يا نجمة، لما بيقرب مني بحس إن أنا برتجف. أنا ممكن أسامحك بس برضو لازم أبعد. اللي أعرفه إن أنا مش عايزة أبعد عنه، بس لأ لازم تبعد يا نجمة علشان تحافظ على نفسك. ده القاسي بيه اللي كل الناس بتخاف منه. قاسي دخل الأوضة بتاعته وغير هدومه وكان بيدور على التليفون. نجمة فين التليفون بتاعي يا نجمة؟ أما عند ملاك بس ليس من خده. يحيى العدل يحيى العدل. ليس فتح عينيه بصدمة وقلبه كان بيدق جامد قوي. على ايه بس يا ملاك؟ بعدت عنه وفتحت عينيها. انا متأسفة قوي، انت عارف ان انا بحب الاكل، علشان كده فرحت لما قلت ان انت هتجيب لي شاورما فما مسكتش نفسي. اعتبر ان اللي حصل ده ما حصلش خالص. ماشي يا ستي، ما حصلش حاجة، حصل خير. بقولك ايه يا ملاكي، انا هقوم بقى يا حبيبتي اجيب لك الحاجة من بره. ماشي اشطاط يا زميل. قعدت ملاك وشالت كل الحاجة من على المكتب علشان لما الاكل يجي. اما ليس طلع بره وجاب الاكل. ها يا ستي، تسمحي لي بقى اكل معاكي ولا انت طماعه وهتاكل لوحدك؟ لا يا اسطى مش للدرجه دي، اتفضل اقعد كل معايا، ما الشركه شركتك برضو والاكل اكلك. حط الاكل وبدا ياكل هو وملاك. كان مركز معاها بكل حركه بتعملها، كان عاجبه حركات الطفوله بتاعتها قوي. ملاك قامت وقفت ومسكت بطنها. يعني يا بطني، ده انا شكلي كده شبعت زياده عن اللزوم، انا حاسه ان بطني هتفرقع. ليس كان قاعد وبيضحك عليها. بالهنا والشفا يا ستي، وبص لوشها. ملاك على فكرة في كاتشب على جنب بقك. هو فين ده؟ حطت ايدها على وشها وبتدور عليه. هو فين يا ابني؟ مش لاقياه. بوظت الدنيا خالص. ليست تلقائية مسك منديل وقف قدامها وقعد يمسح لها ببقها. ملاك رفعت عينيها وركزت في عينيه، كانت قاعدة تبصله جامد قوي. أما عند الكبير دخل الفارس. يا حاج انت فين؟ ابنك نزل من السفر. الكبير طلع من مكتبه. صالح ابني، اخيرا يا صالح نورت البيت يا قلب ابوك. صالح كان واقف قدام والده. يا حبيبي يا حاج، شفت بقى؟ ده انا جيت ونورت لك البيت اهو، وهفضل قاعد على قلبك هنا. الحمد لله ان انت نزلت، الف سلامة يا ابني. اقعد استريح. لا يا حاج استريح ايه، انا عندي حاجات مهمة لازم اعملها الاول. انا لازم اخد الشاور والبس واروح شركة القاضي، عندي النهاردة هناك ميعاد مهم. اهدى بس يا ابني دلوقتي، انت لسه راجع من السفر، مواعيد ايه دي اللي هتعملها النهاردة؟ انت ما تعرفش يا حاج، ده القاضي نزل بوست طويل عريض على الفيسبوك ان هو هيتجوز خلال اسبوع او 2. بجد؟ يبقى احنا كده يا ابني لازم نجهز له حاجة محترمة نخش بيها عليه. ايوه لازم ناخد له هدية مأمنة. بعدين ان شاء الله يا حاج، بس دلوقتي لازم اروح واتكلم معاه في موضوع المشروع بتاعي قبل ما ينشغل في الفرح بتاعه. ايوه صح، اتفضل يا ابني جهز نفسك وروح للقاضي. بس صالح قبل ما يمشي بص لوالده. الا قول لي يا بابا، هو انت لقيت نجمة؟ اصل نجمة وحشتنا قوي. لسه يا ابني، بس ما تخافش، هلاقيها يا حبيب ابوك. نجمة هتبقى ليك انت وبس طالما انت عاوزها. طيب يا حاج، انا عندي فكرة، انت ممكن تنزل اعلان عن ورث ملاك ونجمة. هما اكيد لما يشوفوا الاعلان ده هيرجعوا تاني علشان ياخدوا حقهم. روح انت بس شوف مصالحك يا ابني،
واللي فيه الخير هيقدمه ربنا. تمام يا بابا، عن إذن حضرتك. دخل صالح وساب أبوه. الكبير كان واقف وبيتكلم بشر. للأسف أخدت طيبة عمك يا صالح، بس أنا لو عليا كنت عاوز أخلص من نجمة وملاك، بس هسيب لك نجمة لأنها تخصك يا ابني طالما بقى عجباك، أما ملاك دي حسابها معايا أنا. حبيبة كانت قاعدة متغاظة قوي، كانت قاعدة في الريسبشن في بيتها وبتهز في رجليها وبتاكل في ضوافرها. أنا اترفض منك أنت يا قاسي؟ علشان إيه؟ علشان خاطر السنيورة اللي أنت هتتجوزها دي؟ ياه، أنا مش مصدقة نفسي، معقولة يعاملني أنا حبيبة بالطريقة دي؟ سما صاحبتها كانت قاعدة معاها. يا بنت، مش أنت اللي رفضتيه في الأول؟ ما هو كان معاكي، عايزة منه إيه بقى دلوقتي؟ باين عليكي ما تعرفيش حاجة، ده قاسي دلوقتي بقى امبراطور كبير قوي في السوق، ده هو اللي ماسك الحديد والصلب في البلد كلها. لازم كل حاجة تبقى معايا أنا، لازم أنا اللي أكون جنبه، أنا اللي أظهر جنبه في الإعلام. إنما بقى يروح يتجوز واحدة سنكوحة وهي اللي تتهنى بالهلومة دي كلها، أنا مش هسمح بكده أبدا. أنا مش فاهمة، أنا عارفة يا ستي إن هو بقى الإمبراطور، المشكلة بقى إن أنت مالكيش دعوة بكل الحاجات دي. بمناسبة إيه بقى عايزة تكوني معاه؟ كنت واقفة في ظهره مثلا وهو بيعمل الحاجات دي كلها؟ بالعكس، ده أنت تخليت عنه وكنت نادلة معاه قوي. يوه، في إيه بقى يا ست سما؟ أنت معايا ولا معاه؟ لا، ردك ده مش عاجبني خالص. سما قامت ووقفت. أنا مع الحق يا حبيبة، أنت اللي خسرتي فلازم تتحملي، لأنك غلطت في حق القاسي غلطة كبيرة قوي. القاسي فضل يعاني سنين طويلة بسبب الغلطة اللي انت غلطتها في حقه. أصل الراجل ده لما بيحب بجد، وانت خسرتيه للأبد. اطلع بره دلوقتي يا سما لو سمحتي، ما تجننينيش عليكي، ما تخلينيش اخسرك، امشي من وشي دلوقتي. بتطرديني يا حبيبة؟ علشان ايه؟ علشان بقولك الحقيقة. أخدت الشنطة بتاعتها ومشيت. أنا همشي، بس عايزة أقولك على حاجة مهمة قوي، ربنا يهديكي قبل فوات الأوان، لأن لو حبيتي تعملي أي حركة مع القاسي مش هيسكتلك وانت معدتيش قده في 60 داهية. قعدت تفكر مع نفسها ازاي توقع بين القاسي وبين الست اللي هيتجوزها. أما نجمة مسكت التليفون من على السرير. التليفون بتاعك اهو، اتفضل يا سيدي. القاسي أخد منها التليفون وفتحه وقعد على الكنبة اللي قصاد السرير. كانت قاعدة على السرير والفضول كان هيموتها، كانت هتموت وتعرف هو بيدور على ايه بالظبط. القاسي كان قاعد مندمج جدا وبيفتح المكالمات عشان يكلم ليس. شاف رقم حبيبة، رفع عينيه وبص النجمة، شاف ان نجمة مركزة معاه قوي. اول ما بص لها نزلت عينيها وبصت في الارض. انت عايزة تقول حاجة يا نجمة؟ رفعت عينيها. بصراحة كنت عايزة اسألك، هو انت لسه بتحب خطيبتك السابقة اللي اسمها حبيبة دي؟ القاسي اول ما سمع اسمها كان هيتجنن، كان ماسك اعصابه على الاخر. قام وقف وراح عند نجمة. بص يا نجمة، السؤال ده انا بعتبره سؤال غبي قوي منك، عشان طبعا عمر ما احب واحدة خاينة. تاني حاجة يا ستي، هو انت؟ انا ايه؟ انا بحبك انت يا نجمة، مشاعري قدامك صريحة. مسك ايديها وقرب منها. بس انا برضو خايف لا توجعيني، خايف لا تعملي معايا زي ما هي عملت. وجعك هيبقى صعب قوي عليا يا نجمة. انا بعترف ان انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه، ومعرفش ازاي ده حصل، على الرغم ان انا وانت اتخانقنا خناقة كبيرة قوي من اول يوم شفنا بعض فيه. بس معرفش ازاي القسوة اللي كانت في قلبي اتحولت ناحيتك لحب. سابت ايده ولقت قلبها بيدق جامد قوي، وفرحت من الكلام اللي قاله لها. انا عايزة اقولك يا قاسي ان انا عشت لوحدي انا واختي، كنت بحافظ على نفسي وعلى اختي من الدنيا القاسية اللي حوالينا. احنا عايشين في وسط ملايين والناس كتيرة قوي طمعانين فينا لان احنا غلابة لوحدنا، بس احنا الاتنين كنا اقوياء وتحدينا كل الصعوبات لغاية ما جيت انت ودوقتنا المر كاسات كاسات. بعد اذنك انا هنام بقى دلوقتي. قاسي نفخ بضيق لما افتكر كلمة ليس صاحبه لما قال له نجمة مش زيها يا قاسي. اما عند ملاك كانت واقفة وسرحانة في عيون ليس، قلبها كان بيدق من قربه ليها. مسح بقها وبص لها وكان سرحان في عيونها. تعرفي انتوا عيونك حلوة قوي يا ملاك، انا اول مرة اخد بالي ان هي حلوة قوي للدرجة دي. اتكسفت وبتنزل راسها لتحت. ميرسي، متشكرة قوي يا ليس.
لسه هيكمل كلامه قطع اللحظة دي رنت التليفون. بعد عن ملاك ومسك تليفونه. ألو؟ أيوة يا قاسي، فينك يا ابني؟ انت اللي فين يا ليس؟ مش باين لي من امبارح. شغل. أيوة صحيح، ايه اللي انت عملته ده؟ تعرف ان انا زعلان منك أوي يا قاسي. أرجوك يا ليس بلاش كلام كتير في الموضوع ده. المهم، هي ملاك أخت نجمة معاك؟ ليس حس من صوته ان في حاجة. ماشي يا صاحبي، انا هسيبك على راحتك، المهم ان انت تبقى كويس. ماشي اهي ماشي يا سيدي. خير، المهم رد على سؤالي الاول، ملاك معاك؟ ايوه ملاك معايا وشغالة معايا في الشركة بتاعتي. في حاجة؟ هاتها، عايزة اتكلم معاها في موضوع مهم. ارجوك يا قاسي بلاش كلام دلوقتي. ليس، هات التليفون، انا عايزة اتكلم معاها في حاجة مهمة، ما تقلقش. تمام. وبص الملاك. خد يا ست التليفون، قاسي عاوز يتكلم معاكي. عاوز يكلمني انا؟ في ايه بالظبط؟ استرها يا رب، كمان انا بترعب من الراجل ده. مسكت التليفون. انا عارف ان انت زعلانه مني يا ملاك ومتضايقه من اسلوبي. انا يا ست عايزه اقولك ان انا اسف، واقولك ان عمرك في حياتك ما هتلاقي حد يحب نجمه اختك قدي. اللي حصل مني ده او اللي اتسببت فيه النجمه فهو بسبب ظروف انا مريت بيها. ده غير بقى ان انا بحب نجمه حب ما اقدرش اعبر عنه بالكلام. ملاك لما سمعت كلامه فرحت من قلبها، نسيت ان هي زعلانه منه. يا ريت يا قاسي بجد كلامك ده يبقى حقيقه، وان انت فعلا تكون بتحب اختي. هي فعلا مفيش احن منها في الدنيا كلها، ده اطيب قلب هتشوفه في حياتك. اعرف من كلامك ده ان انت خلاص يا ملاك معتز زعلانه مني. لا يا سيدي، نسيت اصلا ان انا كنت زعلانه منك. المهم، النجمه عامله ايه دلوقتي؟ كويسه بس نايمه. انا عايزه اقولك ان فرحنا الاسبوع اللي جاي. فتحت عينيها وبرقت. نعم؟ هتتجوز انت واختي الاسبوع اللي جاي؟ طيب ازاي النجمه معرفتنيش؟ اهدي، اختك زيك بالظبط اتفاجئت النهارده، انا لسه معرفها بميعاد فرحنا. طب بالله عليك، اختي موافقه؟ بصي، المهم ان احنا لما نتجوز انا متاكد ان هخليها تسامحني وتحبني. يا سلام، احلى حاجه فيك الثقه الزياده دي يا قاسي. يا بنتي، هو انا اي حد؟ ده انا القاسي. ما هطولش عليكي بقى، اصل انا نازل الشركه دلوقتي. ماشي يا سيدي، اتفضل ليس معاك. ليس اخد منها التليفون. انت رايح الشركه الساعه 9 بالليل ليه ياض؟ انت لسه مخلصت الشغل ولا ايه؟ ايوه يا سيدي، عشان وقت الفرح هكون مشغول في التجهيزات وكده، فعايز اخلص شويه ورق مهمين. انا مش هقولك حاجه دلوقتي على موضوع الفرح اللي انت هتعمله ده من غير ما اعرف، بس يا ريت بقى احس ان انت اتغيرت بجد. ثق فيا يا ليس، ثق فيا يا صاحبي، انا هقفل بقى دلوقتي عشان ناسي. قاسي قفل مع ليس وبص النجمه اللي كانت نايمه، راح جنبها وبصها من راسها، وبعد كده نزل وركب العربيه بتاعته وراح على الشركه. اما في بيت الكبير، صالح بعد ما غير ملابسه نزل لوالده اللي كان قاعد في الريسبشن. انا ماشي يا بابا، هروح دلوقتي شركه القاسي عشان اتكلم معاه. ماشي يا ابني، ابقى طمني لو الصفقه تمت ولا لا. عيب عليك يا حاج، ان شاء الله هتتم، ادعيلي انت وبس. هتتم ان شاء الله على خير، اتكل على الله علشان ما تتاخرش. ماشي يا حاج. واخد المفتاح العربيه بتاعته وركب العربيه وهو بيفكر في الصفقه، وفي نفس الوقت نجمه حبيبه طفولته، نجمه اللي كان هيتجنن ويعرف هي فين. اما قاسي وصل الشركه وبص للسكرتيره، عاوز فنجان قهوه بسرعه وجيلي على مكتبي. دخل المكتب بتاعه وفضل مركز في الورق اللي قدامه. اما صالح وصل قدام الشركه ونزل من عربيته، نزل من العربيه واخد نفس عميق، بص للشركه من بره وهو بيدعي ربنا، يا رب يا رب خليك معايا. اما السكرتيره كانت لسه ماسكه فنجان القهوه، وقبل ما تدخل مكتب القاسي صالح راح ناحيتها. لو سمحتي، انا جاي النهارده بخصوص صفقه مهمه قوي، عايزه اتكلم فيها مع القاسي بيه، انا معايا ميعاد. ثانيه واحده يا فندم، هدخل القهوه وهقوله ان انت هنا مستنيه. تمام، انا في انتظارك. وقف صالح يبص على الشركه بانبهار. السكرتيره دخلت عند القاسي وحطت القهوه. قاسي بيه، في شاب بره جاي علشان بيقول ان هيتناقش مع حضرتك في صفقه جديده. تمام، خليه يتفضل. السكرتيره طلعت. اتفضل يا استاذ صالح، قاسي بيه في انتظار حضرتك.
متشكر قوي يا فندم. أخد نفس وخبط على الباب. اتفضل ادخل يا اللي بره. دخل صالح وقاسي كان زي ما هو ماسك الورق وبيبص فيه. اتفضل اقعد. اسمك ايه بقى؟ انا اسمي صالح. طيب اقعد يا صالح. اعرض يا سيدي عليا المشروع بتاعك. تمام. وبدأ صالح يكلمه في المشروع بتاعه وقد ايه الصفقة هتكون مهمة لشركة القاسي. قاسي كان قاعد بيسمع له ومعجب بكلامه جدا وحس ان هو شاب عنده طموح وذكي قوي. وافق طبعا على الصفقة. خلاص انا موافق على كل الكلام اللي انت قلته. ان شاء الله نبدأ في المشروع ده بس بعد الفرح بتاعي، اصلا الفترة اللي جاية دي هكون مشغول قوي. صالح كان فرحان جدا ومن فرحته قام من مكانه وراح عند القاسي وحضنه. المهم عندي ان حضرتك وافقت على الصفقة. يا سيدي انت تستحق، المشروع بتاعك كويس قوي وانت شكلك شاطر وذكي. المهم انت معزوم على فرحي. اكيد طبعا يا قاسي بيه. الف الف مبروك، مبروك مقدما. اما في شركة ليس كده الشغل خلص يا ملاك، يلا بقى علشان نروح. قامت وقفت ومسكت ظهرها. يعني يا ظهري اتقطم. الشغل بتاعك ده طلع صعب قوي يا ليس. يا بنت بطلي، ده انت اللي طلعت فرفورة. فرفورة يا شيخ اتق الله، ده انا بقالي اكتر من 12 ساعة وانا قاعدة على المكتب ده وشغالة. انت ايه يا اخي ما بتتعبش؟ شغالة بذمتك يا بنت، ده انا اللي كنت بعمل الشغل كله، انت يا دوبك كنت قاعدة بتكتبه وبس، حتى ما فكرتش تشغلي مخك. حطت ايدها على بطنها. وانا اللي عمالة اقول بطن وجعاني ليه؟ اتاريك اصلا كنت باصصلي في الاكل اللي اكلته. اخص عليك يا ليس، ما كانش العشم يا فواز. هي دي اخرتها؟ ماشي يا ستي، ده بدل ما تقولي لي متشكرة. طيب انا دلوقتي هروح فين؟ انا شكلي هنام في الشارع النهارده، شكلي هنام مع القطط يا ليس. لا يا ملاك، انا برضو ما اقدرش اسيبك تنامي في الشارع، انت دلوقتي هتيجي معايا البيت بتاعي. نهارك مش فايت، عايز ناجي معاك البيت بتاعك؟ ده اخرة العيش والملح اللي اكلناهم مع بعض يا ليس. اخص عليك، هو انت فاكرني من البنات اياها ولا ايه؟ بس انت ايه يا بنت بالع راديو؟ ما تهدي شويه، انت اللي نيتك مستلكه. انا عندي في الفيلا بتاعتي جناح منعزل لوحده، سيادتك بقى هتقعدي فيه عقبال بقى ما اشوف لك شقه كويسه تتصرفي فيها. ماشي يا سيدي، ريحت قلبي. تسلم يا اسطى. يلا بقى ورايا علشان ما نتاخرش، اصل انا عايز انام، اصل انا بكره عايز اروح لنجم اختم الصبح. وقف وضرب كف على كف. الصبر من عندك يا رب. أخدها ليس وركب العربية، وبعد فترة وصلوا هما الاتنين قدام الفيلا بتاعته. ليس نزل وفتح الباب لملاك. اتفضلي يا ست ملاك هانم. نزلت. أول ما بصت على الفيلا من بره، ايه الجمدان ده كله يا بشر؟ معقولة كل الفيلا دي بتاعتك انت لوحدك؟ الفيلا عجبتك بجد؟ دخلت معاه جوه الفيلا، كل ما تمشي في ركن تبصله بانبهار. كانت الفيلا عجباها قوي لغاية ما ليس وصلها عند الجناح الخاص اللي هتقعد فيه. بجد حلوة قوي، متشكرة قوي يا ليس. مفيش شكر يا ست ما بينا، أسيبك أنا بقى علشان تنامي. ماشي يا سيدي. عايزة أقولك إن الفيلا بتاعتك دي تحفة، تتربى في عزك. قصدي يعني والله ما أنا عارفة أقولك إيه. ماشي، تعالي بقى لما أوريكي هتنامي فين. أما صالح رجع بيتهم وكان فرحان قوي، قعد ينادى على والده. يا حاج يا حاج، المشروع بتاعي اتقبل، انت فين؟ الكبير كان بيتكلم مع فارس على موضوع نجمة وملاك. أول ما سمع صوت ابنه قفل معاه بسرعة. أهلا يا صالح، عملت إيه؟ القاسي وافق على المشروع بتاعي وقال لي إن إحنا هنبدأ فيه بس بعد الفرح بتاعه. ألف مبروك يا ابني، تعرف إن أنا فرحت لك قوي، وكمان عزمني على الفرح بتاعه، ده طلع واحد ذوق قوي. والله أنت طيب قوي يا صالح يا ابني. طالع لك طبعا يا حاج. أنا هدخل بقى أنام، أنا بصراحة هموت وأنام. تصبح على خير يا بابا. دخل صالح الأوضة بتاعته وفتح شنطة سفره وطلع منها صورة نجمة. كانت صورة صغيرة. وحشتيني قوي يا نجمة، يا ترى شكلك اتغير ولا لسه صغيرة؟ أخد الصورة في حضنه ونام على السرير. أما قاسم رجع الفيلا وكانت الساعة 2 بالليل. دخل غير هدومه بالراحة من غير ما نجمة تحس علشان ما يقلقش نومها. دخل وأخد الشاور وغير ملابسه وخرج وبص النجمة. راح عندها في السرير ونام جنبها، شال راسها وحطها على صدره. آسف بجد يا نجمة،
آسف على كل حاجة وحشة عملتها معاكي، صدقيني لازم أعوضك عن كل اللي حصل. أنا كنت بكره كل الستات، بس بسببك عرفت ترجعيني أحب من أول وجديد. أخدها في حضنه وفضل يكلمها وهو نايم. أما ملاك دخلت الجناح اللي كانت هتنام فيه، فضلت تستكشف المكان وعجبها قوي. ياه، المكان هنا حلو قوي، ربنا يزيدك يا واد يا ليس، انت تستاهل كل خير. فتحت الدولاب، كل دي ملابس حريمي، يا ترى اللبس ده بتاع مين؟ يا ربي يكونش بيجيب ستات الفيلا هنا ولا ايه؟ هتطلع خباص ولا ايه؟ ما علينا. اخدت بيجامه رقيقه قوي ودخلت الحمام ولبستها. ليس كان في الاوضه بتاعته، ما كانش عارف ينام، رايح جاي. يوه، معقوله تبقى قريبه مني كده ومش عارف اروح اقعد معاها شويه؟ قام وقف. صحيح ده ما اتعشتش، انا بقى اعملها حجه وراح اديها العشاء، يمكن تقول لي تعالى اقعد معايا ولا حاجه. نزل المطبخ وجاب صينيه وحضر اكل خفيف بنفسه وطلع على الجناح بتاعها. ملاك في الوقت ده خلصت الشاور ولبست البيجامه الرقيقه، طلعت من الحمام لسه جايه تقعد عشان تنام، سمعت باب الاوضه بيخبط. اول ما فتحت الباب لقت ليس قدامها، كان باصص في الارض. متاسف جدا، اصلا انا نسيت ان انت ما اكلتيش. عادي يا سيدي، كفايه ذوقك معايا. ايه يا واد يا ليس، انت مكسوف ولا ايه؟ حاطط وشك في الارض يعني؟ رفع راسه. عايزه اقولك ان البيجامه حلوه عليكي قوي، على فكره البيجامه دي بتاعت ام الله يرحمها. ملاك ارتاحت قوي لما عرفت ان هي بتاعت والدته. الله يرحمها، انا طبعا ما اعرفش اقولك اتفضل، ما انا قاعده هنا لوحدي. طبعا، والقمر هيكون يعني تالتنا، قصدي يعني الشيطان. ملاك اتكسفت قوي واخدت منه صينيه الاكل. يا دوبك بقى عليك تنام، تصبح على خير يا ليس، وقفلت الباب في وشه. كان واقف ورا الباب. كده بتقفلي الباب في وشي؟ والله ما كانش العشم برضه. تسلم يا صاحبي، تسلم على العشاء، روح نام بقى. عدى الليل بطوله على أبطالنا الحلوين. تاني يوم الصبح الشمس ضربت في وش نجمة اللي كانت نايمة في حضن القاسي. حست بقلق من الشمس وفتحت عينيها ببطء جاية تقوم. شافت نفسها محصورة ما بين أحضان القاسي. القاسي كان نايم في عمق وكان حاسس براحة. أول ما اتحركت فتح عينيه تلقائيا، بسها من خدها. صباح الجنة. أمن على السرير وسابها في صدمتها. فتحت عينيها، الراجل ده نام جنبي امتى؟ لا وكمان بسني من خدي، الله يخرب بيتك يا قاسي. القاسي دخل الحمام. خد على كده كتير يا نجمتي، ممكن تلاقيني في أي وقت جنبك من غير ما تحسي. كانت فرحانة قوي بس أنكرت ده. قامت ودخلت الحمام التاني، غسلت وشها وغيرت هدومها واتوضت وصلت. قاسي كان في الحمام وطلع لقاها بتصلي وساجدة. اتنهد ودخل الحمام يكمل لبسه علشان ينزل الشركة. نجمة بعد ما خلصت صلاة قامت وقلعت الإسدال، شعرها كان مفروض على ظهرها. طلع القاسي حط إيده على شعرها. عاوز لما اجي تكوني جاهزة عشان نروح نجيب طلبات الفرح، تمام؟ نجمة ردت عليه بفرح. ياه، أخيرا هطلع من السجن اللي انت حطيتني فيه ده، يحيى العدل. ضحك وبسها من راسها. خلي بالك من نفسك يا نجمتي، ممنوع تخرجي من الأوضة دي، فاهمة؟ تنحت وهي بصاله. الراجل ده شكله بيخن ولا ايه؟ قاعد يتنحنح كده من الصبح. ايوه، ما هو الراجل لما يتنحنح يبقى اكيد بيخون. اما حبيبه ما نامتش طول الليل، كانت قاعده بتفكر ازاي توقع قاسي. لبست وقررت تروح على شركته. في شاب من الشباب اصحابها رن عليها. ايوه يا حبيبه، هتعملي ايه النهارده؟ هروح للقاسي الفيلا بتاعته، ولو ما جاش معايا سكه الاحترام مش هينفع، هضطر بقى اعمل له فضيحه قبل الفرح. ما بلاش، خليكي احسن في السليم، وروحي يا بنتي على الست اللي هو هيتجوزها. لازم اذله الاول، هو اكيد لما يشوفنا هيخضع ليا. انا عارفه ومتاكده ان القاسي ما بيعرفش يقاومني. اللي انت شايفاه صح اعمليه، انا هقفل بقى دلوقتي. ماشي، سلام. خدت حبيبه شنطتها ونزلت من العماره، ركبت العربيه بتاعتها وراحت على شركه القاسي. القاسي كان داخل الشركة وطلب من السكرتيرة الطلب المعتاد وهو القهوة بتاعته. أحاضر يا قاسي بيه، ثواني والقهوة هتكون عند حضرتك. دخل المكتب وقعد وفتح الورق واللابتوب. كان بيشتغل وكان مندمج جدا في الشغل.
حبيبة وصلت قدام الشركة ونزلت وملقتش السكرتيرة. دخلت على قاسم من غير إذن. قاسم من غير ما يرفع عينيه: ازاي تدخلي من غير ما تخبطي؟ حطي القهوة وامشي من هنا، يلا بسرعة وخدي الباب في ايدك، اللي عملتيه ده ما يتكررش. انا حبيبة حبيبتك، مش السكرتيرة يا قاسم. قام وكان غضبان جدا، وقف: اطلع بره المكتب بتاعي، ولا اقولك اطلع بره الشركة كلها. انت ازاي اصلا يجيلك عين تدخلي شركتي؟ انت مجنونة يا بنتي انت. انا بحبك قوي يا قاسم، انا مش هخلي حد ياخدك مني، انت بتاعي انا وبس. قاسم ما تبعدش عني ارجوك، انا مش مصدقه ان انت ممكن تتجوز واحده غيري. شكل الادب مش جاي معاكي، انا بقى هكلم البودي جارد يطلعوك بره الشركه. جايه تفتح البلوزه بتاعتها وتقرب من قاسم. دخلت السكرتيره: الحق يا استاذ قاسم، شوف البنت دي بتعمل ايه. قاسم يلف وشه. كانت حبيبه مقرره تعمل حاجه مش كويسه. مسكها من شعرها: وانا اقول ان انت واحده رخيصه فعلا، عمرك ما هتتغيري ابدا. مسكها وطلعها بره الشركه. حبيبه كانت واقفه قدام الشركه في الشارع وغضبانه جدا من اللي عملوا فيها قاسم. انت ازاي تتصرف معايا بالطريقه دي؟ ان ما وريتك ما بقاش انا حبيبه، ان ما دمرتكش. ماشي يا قاسم. طز فيكي، اطلع بره يا حيوانه. دخل على المكتب بتاعه وبص للسكرتيره: اشكرك، حط القهوه واتفضلي. اما ليس صحى من النوم ولبس وجهز نفسه. لما روح اصح الست ملاك تلقاها لسه نايمه دلوقتي في 7 نومه. راح عندها وقعد يخبط على الباب: يا ملاك، يا ملاك. ملاك كانت نايمه على السرير. يا ربي، مين البرد اللي قاعد يخبط عليا ده؟ كانت نايمه على نفسها خالص. قامت تفتح الباب وشعرها كان منكوش وحالتها تقرف، وكانت مغمضه عينيها. ليس اول ما شافها: ملاك؟ انت ملاك؟ انا مش مصدق نفسي. شعرها كان واقف وشكلها يضحك قوي. مين معايا؟ انا بس عايزه افهم. ملاك بصت له: بقول لك ايه، انا عايزه انام. هي ملاك فعلا، ده صوتك ملاك، بس فين ملاك بقى اللي اعرفها؟ وفين انوثتها وجمالها؟ وراح مزعق وقال لها: لو سمحتي يا انسه فوق بقى، احنا اتاخرنا على الشغل. اتخضت وفتحت عينيها وبصت لنفسها وطلعت تجري من قدامه ودخلت الحمام. كان واقف وقعد يضحك عليها. فضل يستناها بره. بعد فترة خرجت وهي لابسة، بس سوسة الفستان ما كانتش راضية تقفل وكانت مكسوفة قوي. ها، خلصت لبس يا ملاك ولا لسه؟ لسه، في حاجة كده مش عارفة أعملها، يا رب أتصرف إزاي بس دلوقتي. ماشي يا ستي، لو عايزة أي مساعدة قوليلي وأنا هساعدك. السوسة بتاعت الفستان دي مش راضية تقفل خالص، أعمل إيه بس؟ طيب إيه رأيك بقى لما أقفلها لك أنا وهبقى مغمض عينيا؟ صدقيني. وعد يا ليس ان انت مش هتخمني وتفتح عينيك. وعد يا ستي، هفضل مغمض عينيا. راح عندها وغمض عينيه وحاول بصعوبة يقفل السوستة. فتح عينيه: اوف، ده الفستان ده ضيق عليك قوي. مش عارفة هو دق عليا ليه كده. اكيد طبعا عشان تخنتي، ما انت بتاكلي ليل ونهار. لا طبعا انا ما تخنتش على فكرة، ده الهدوم هي اللي انكمشت خجلا مني. ماشي يا ستي، يلا يا مجنونة، يلا قدامي. أما الكبير كان قاعد بيفطر هو وصالح ابنه وبيكلموا في المشروع بتاعه. انت يا بابا مش ناوي بقى ان احنا نروح الفيلا بتاعتنا؟ ليه قاعد هنا في بيت الحارة؟ عادي يا ابني، انا قلت اغير جو مش اكتر يعني. ماشي يا حاج، اللي ريحك. انت ناوي على ايه يا ابني؟ هتعمل الصفقة بتاعتك هنا ولا هتسافر؟ لا طبعا انا مش ناوي اسافر تاني يا حاج، انا خليني قاعد هنا يا بابا، دي بلدي وعايزة اكمل بقية حياتي هنا. لو حصل نصيب بيني وبين نجمة بنت عمي هنتجوز ونفضل هنا ونخلف ونملى عليك البيت عيال. بس يا ترى انت فين يا نجمة؟ انا سألت عليها ناس كتير قوي ومحدش عارف مكانها. ان شاء الله نجمة هتكون لك يا ابني، وبكرة هتشوف وتقول الكبير قال. هنا دخل فارس: يا كبير انا عرفت مكان. يا ترى الفارس هيقول ايه للكبير؟ والكبير هيتصرف ازاي لما يعرف مكان نجمة؟ وصالح هيتصرف ازاي لما يعرف ان نجمة هي عروسة القاصي؟ والقاصي هيتجوز نجمة فعلا ولا هيحصل في الفرح اللي هيغير الامور كلها؟ واللي اسمها حبيبة هتفضل ساكتة ولا هتحاول هي كمان تبوظ الفرح؟ ده بقى اللي هنشوفه في الحلقة الجاية. الاحداث هتكون قوية جدا، علشان كده ياريت محدش يتأخر، وما تنسوش
تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. اشوفكم بكرة على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.